كفايه اللي انا فيه وخدني عندك، انا بطلب منك تاخدني عندك وارحم ولادي. لو اللي انا فيه دوت ارحم ولادي وخدني عندك. لو اقدر ان انا اشتغل خدامه في البيوت والله العظيم لا اشتغل، بس انا رجلي اهي انا مش مكسوفه اهي، مش بتمشي على الارض، ما كنت مش عارفه اعمل حاجه، مش عارفه يعني مش عارفه. ولادي يا مدام بيضيعوا، والله ولادي بيضيعوا. زي ما انتم شايفين كده ماشيين في الشارع، لقينا ست دي قاعده هي وبنتها قاعدين كده ليل ونهار، قاعدين في الشارع في مدينه فاقوس في محافظه الشرقيه. ده اللي بيقولوا عنه عزيزه قوم ذل، من فيلا وعربيه وحياه كلها طرف ورغد، رجعت الشارع قعدت كده في الشارع، مش حتى قعدت في بيت اقل، ده قعدت في الشارع. هي حتى دلوقتي مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تلبس، مش لاقيه تعالج بنتها ولا نفسها. حقيقة المشكلة كلها أنا اللي عرفتها لما رحت لوالدتي عشان أقول لها أخويا ليه حق وقفي جنبه. والدتي وقفت جنب أخويا الكبير اللي هو اللي ضيع ميراثنا واللي ضيع فلوسنا بتاعت أبويا، ووقفت جنبه وحاولت إن هي تحارب أخويا الصغير وسجنته. وبسبب إن أنا خرجت أخويا الصغير من القسم في مدينة العبور، وبسبب إن أنا شهدت شهادة حق، لقيت نفسي في الشارع من والدتي، وقلت مفيش مشكلة. بعدت برضو عن والدتي وأجرت عربية واشتغلت عليها سواق أوبر وكريم، لأني ما بقدرش أمشي، ما أقدرش أشتغل أي شغلانة غير، ما أقدرش أمشي. أيام الثورة قبل ما الرئيس مرسي يتشال ب 13 يوم أنا عملت حادثة بشعة، كنت رايحة الشاليه بتاعي في الساحل وعملت حادثة بشعة، والحمد لله يعني ابتديت ان انا بعد سنة ونص ابتديت ان انا احط رجلي على الارض. وكان عندي عربيتي الملاكي بأجرها للمعارض، هي بتدخل لي رزق كويس. ابني كان في امريكان، مدارس امريكان من هو بيبي كلاس، وبعد كده اتعرفت على ابو بنتي، اتجوزنا. كنا عايشين حياة كويسة جدا. كانت امي دي رجعت اللي هي مش عايزه اقول لكم، كانت تتصل بالشغاله اعملي لي الاكل الفلاني، انا رايحه، انا عايزه اصيف السنه دي في الساحل. المهم ده كله مش الله يعوض عليه. لما امي عملت له قضيه سرقه ساعدت ان اخويا يخرج، وبالفعل الحمد لله خرج. ولما خرجته لقيت نفسي انا اللي في الشارع، طردتني وبهدلتني، وعايشه انا وولادي. بعدت عنها برضو واجرت عربيه، تعرف صاحب العربيه تروح تتكلم معاه، تتكلم كلام مش كويس عليا. طبعا الناس ما بيحبوش المشاكل، الاقي نفسي سبت العربيه. كنت اجرت في الاخر كيا كارينز، كنت بشتغل الصبح بيها، ابني كان لسه في اولى ثانوي عام، اشتغل واخر الليل اخد ولادي في حضني ونعيش في العربيه، اركن العربيه عند اسم مدينه السلام وانام انا وولادي في العربيه، اكلنا في الشارع، حمومنا في الشارع. ممكن اقعد بالاسبوعين بالثلاثه ما استحماش، لحد ما العيد الصغير لقيت نفسي عرفت طريق صاحب العربيه، لقيت نفسي في الشارع بولادي فعليا. عماله بقى الف مع الجو بيبرد علينا في الشارع. ابني في ثانوي عام في تانية علمي، ما راحش المدرسه. بنتي زي ما انتم شايفين كده مش عارفه اجيب ورقها من السفاره السعوديه. يعني انا كمان بناشد السفاره السعوديه، ليه مش عايزين تدوني ورق البنت؟ ليه؟ يعني اخت جوزي السعوديه متجوزه مصري، والمصري اكرمها ومديها ورق بنتها، ليه انتوا السعوديه مش عايزين تدوني ورق؟ انا عايزه ورق بنتي، عايزه. انت نفسك تدخلي المدرسه يا ليلى؟ اتكلمي. عايزه ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي يكون عندنا بيت. وايه تاني؟ وتروحي فين؟ واروح المدرسة. قولي لبابا اللي انت عايزاه. انا كان نفسي اروح الملاهي واروح المدرسة. يعني ليه نقعد في الشارع كده؟ انا افرض نايمه ابني وحد جاب مطوه حطها في رقبتي، اغتصبني، مش هقدر اتكلم. ممكن حد من المتسولين يخطف البنت دي، يحصل فيها حاجه. ابني خلاص بقى بعد ما كان يعني حاجه كده واو،
بقى زي المتشردين. هدومنا انا باللبس دوت اقسم بالله بقالي سنه انا ما بشتريش لنفسي حاجه. لما كنت بشتغل كنت على الاقل بوفر لاولادي، دلوقتي مفيش هدوم، مفيش اي حاجه، مفيش معيشه، مفيش اكل، مفيش شرب. طب نعمل ايه؟ انا بتوسل فيكم الرحمه ان حد يتواصل معايا يساعدني، يشوف لي مسكن، يشوف لي معيشه، يساعدني ان انا ارجع معاش بابا. انا بعتبر واحده يتيمه. بتوسل اليكم ان حد يساعدني ان انا اجيب لبنتي شهاده الميلاد، كملت ال6 سنين ملهاش اي اوراق. لو اتخطفت مني او حصل اي حاجه، فين الورق اللي يثبت انها بنتي؟ مفيش اي حاجه معايا غير ان هي بتقول ان دي ماما. طب لو ضاعت مني هقول ايه الورق اللي يثبت ان بنتي ضاعت؟ طب ابني المدارس اشتغلت، لا راح مدرسه ولا عمل تاجيل ولا عمل اي حاجه. وحتى لما راح باباه حبسه في رمضان اللي فات عشان يخوفوا في اسم ابو كبير، عشان يخوفوا، يقول له ما تجيش هنا تاني. طب ليه الاذيه دي؟ يعني هو انا عشان ماليش سند الا ربنا. اي نعم ربنا هيجيب لي حقي، وانا عارفه ان انا في اختبار كبير من ربنا، وان شاء الله يا رب انا هعدي في اختبارك على خير، وانا راضيه بقضائك يا رب. بس ولادي يا رب، ولادي سيبهم يعيشوا، مش طالبه منك غير ان ولادي يتستروا. الجو بيبرد علينا والله العظيم، ما حد يعرف الساعه بتعدي 1 بالليل الجو بيكون صقيع ازاي. مش معايا الا كيفرتا والحاف، مش معايا حتى الشنطه اللي كانت معايا بعتها عشان اعرف اجيب بس 100 جنيه. طب اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ عايزه معاش بابا يشتغل تاني، عايزه. انت ما تعيطيش يا ماما، والله العظيم هنكون كويسين، والله هنكون كويسين، وهجيب لك لبس كتير، وهتروحي الملاهي وهتتبسطي وهتبقي كويسه. ساعدوني، اتوسل اليكم، ساعدوني، احنا متدمرين. واحده عايشه ميته. انا لو ربنا يفتكرني هيكون ارحم ليا من ان انا شايفه ولادي بالمنظر دوت. انا بطلب منك يا رب، كفايه اللي انا فيه وخدني عندك. انا بطلب منك تاخدني عندك وارحم ولادي. لو اللي انا فيه دوت ارحم ولادي وخدني عندك، او ارميني في اي مكان وارحم ولادي، او ابعت لي ولاد الحلال اللي يساعدوا ولادي. انا مش طالبه من الدنيا ديت غير ولادي. انت اديتني اطفال عشان يكونوا لهم حياه ومستقبل، ساعدهم يا رب ان هم يكونوا لهم حياه ومستقبل. لو انا ليا ام ظالمه، لو انا ليا ام مش عارفه يعني ايه الرحمه على اولادها، ارحمني انت يا رب. ابعت لي من عندك النجدة يا رب. انا بقيت عايشه كل يوم في خوف. لو اقدر ان انا اشتغل خدامه في البيوت والله العظيم لا اشتغل، بس انا رجلي اهي انا مش مكسوفه اهي، مش بتمشي على الارض. ما انت مش عارفه اعمل حاجه، مش عارفه يعني مش عارفه. ولادي يا مدام بيضيعوا، والله ولادي بيضيعوا. انا ممكن حد يقعد على الرقاب زي ما اتخدرت في ميدان لبنان، كان ممكن ان انا اغتصب. طب وبعدين اروح امشي في السكه الغلط؟ طب ما حرام. طب اعمل ايه؟ اتوسل اليكم الرحمه والشفقه. عارفه هدومي متقطعه، مش عارفه امشي، احنا متسولين. انا لو اديت للمدام تشوف صوره ليا انا وولادي من 2 عدوا، محدش هيتخيل ان هم دول الناس المتسولين اللي في الشارع، مش احنا خالص. يعني حد يفيدني لوجه الله، يقول لي اعمل ايه؟ اتوسل اليكم الرحمه. ادوني رحمه ربنا. اللي بيرحم ربنا بيرحمه، وانا بطلب منكم الرحمه.